ملك زاهر نزلت ستوري على حسابها وكتبت فيها كلام جميل قوي لمامتها بتشكرها فيه في حفلة التخرج بتاعتها. بتقول لها ايه بقى؟ بتقول لها شكرا عشان انتي جنبي في كل حاجة، الحلو والوحش، وشكرا عشان انتي دايما مخلياني رافعة راسي، بس عشان انتي امي، احنا حقيقي من غيرك نضيع، شكرا عشان انتي امي يا مامي بحبك. وده بيبين قد ايه ملك ان هي حابه مامتها جدا ومقدره المجهود اللي هي بتعمله او بتبذله عشان خاطرهم. ويمكن موضوع التخرج ده كان حاجه قويه جدا جدا بالنسبه لهم، لان هم عملوا مشروع تخرج قوي جدا، كان فيلم اسمه شنطه سفر. وملك زاهر تعبت قوي في الفيلم ده لان هي كانت المخرجه بتاعه الفيلم، وكانت بالنسبه لها اول تجربه للاخراج، وهي ما اعتبرتش ان الموضوع مجرد مشروع تخرج قد ما هي اعتبرته ان هو فيلم حقيقي، وان هي لازم تبقى مخرجه ليه كانه فيلم في السينما يعني، مش مجرد مشروع تخرج. خدت الموضوع جد جدا. وكان معاها كمان مصطفى عماد، كان هو الممثل من ضمن ابطال الفيلم. وهي كمان كتبت له بوست جميل جدا بتشكره فيه ان هو يعني تحمس للمشروع وشارك معاهم في الفيلم اللي هي اخرجته بتاع مشروع تخرجها. والجميل كمان في حفلة التخرج ان هم لما ظهروا في حفلة التخرج دايما كانوا حريصين ان هم يعني يظهروا زمايلهم اللي شاركوا في الفيلم ده، عشان خاطر كان الاضواء كلها على ليلى وملك عشان هم معروفين وكده. لكن كان ممكن عادي ان هم ما ياخدوش بالهم من حاجة زي كده، لكن هم بالعكس كانوا بيحاولوا دايما ان هم يظهروا زمايلهم اللي كانوا معاهم في الفيلم، ويبينوا قد ايه ان هم تعبوا وان هم بذلوا مجهود يمكن يكون ما يقلش ابدا عن المجهود اللي هم بذلوه كليلى وملك. لا، هم كمان بذلوا مجهود اكبر منهم بكتير. فدي حاجه كانت حلوه جدا جدا منهم. وحتى لو تلاحظوا في الصور دايما هتلاقيهم ان هم على طول بيشدوا زمايلهم دول عشان يظهروا معاهم في الصوره، عشان خاطر يبينوا قد ايه ان هم تعبوا معاهم. فدي حاجه من الحاجات الجميله جدا والناس حبتها قوي في ملك وليلى. وطبعا تامر حسني حضر حفل التخرج ده لان هو حد قريب جدا جدا ليهم، وكمان يعتبر مربيهم اصلا زي ما هو بيتكلم ويقول، دايما بيطلع يقول الكلام ده. وكمان صديق مقرب جدا جدا لاحمد زاهر. وكان بيقول في الحفله ان انا مش مصدق ان انت يا ملك وليلى كبرتوا وبقيتوا بتتخرجوا، وكمان بحضر حفله التخرج بتاعتكم ده، انا يعني كنتوا بتمثلوا معايا في عمر مثلا ما وانتوا صغيرين، دلوقتي ما شاء الله كبرتوا، فانا مش مصدق يعني اللي هو ما شاء الله. كان فرحان جدا جدا بيهم وقعد يغني اغاني جميله قوي. وكان باين قوي هدى زاهر واحمد زاهر هم فرحانين قوي ببناتهم وهم شايفينهم بيتخرجوا. كانت حاجه يعني مشهد لطيف جدا بصراحه. ربنا يحفظهم.